السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا مش جاي اشرح لك لعبة ولا تطبيق. النهاردة انا جاي احل لك مشكلة بتقابل كل المتابعين اللي بيجي ينزلوا اللعبة. اقول لهم اسيب لكم رابط اللعبة في صندوق الوصف او في اول تعليق. في ناس ما تعرفش يعني ايه صندوق الوصف اصلا، وفي ناس لما بتخش على التعليقات فبتلاقي التعليق لونه اسمر مش زي ده لونه ازرق. فانا هقول لك على كل الحلول ببساطة خالص. تمام، ففي كذا حل يعني تقدر تنزل منه اللعبة. تمام، اول حل وهو اسهل حل هو القناة بتاعتي على التليجرام. طبعا هسيب لك رابط القناة التليجرام في صندوق الوصف، تقدر تخش وتحمل على طول اللعبة من قناة التليجرام. في بقى حل تاني اللي هو من التعليقات، والحل التاني من صندوق الوصف. وفي حلول تانية برضه هقول لك عليها، وفي مشكلة برضه هتقابلك في التعليقات وهقول لك ايه هي وايه حلهم المشكلتين دول في الفيديو ده. بس قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا فما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. وطبعا اول حل انا كنت قايل لك عليه اللي هو الحل بتاع قناة التليجرام، وده اسهل حل ويعتبر احلى حاجة. اول حاجة يعني ايه صندوق الوصف، لان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه صندوق الوصف. بص يا صاحبي، صندوق الوصف ده يعني ايه؟ شفت انت الكلام اللي مكتوب ده؟ اول ما بتضغط على كلمة المزيد اللي هي دي كده كده هو فتح لك صندوق الوصف. هو ده صندوق الوصف، بتطلع شوية كده هو ده الوصف بتاع الفيديو. فانت بتضغط على كلمة المزيد تاني كده، فدي الوصف بتاع الفيديو. فانت على طول بسيب لك كود الدعوة ورابط اللعبة. طبعا رابط اللعبة هنا مش ظاهر لك كامل، بس لو انت دوست عليه هيفتح لك على طول اللعبة. وفي ناس بيظهر لهم مشكلة اللي انا هقولها لك دلوقتي، اللي هي المشكلة ان الرابط ده ما بيظهرش لهم باللون الازرق، الرابط بيظهر لهم باللون الاسمر زي الكتابة دي بالظبط. فايه الحل هقوله لك برضو. تمام، في طبعا زي ما قلت لك قناه التليجرام اللي انا لسه موريها لك، وبعدها على طول قناه الاكواد والانترنت اللي هي القناه بتاعتي اللي هي القناه ديت. وطبعا هي ديت قناة التليجرام اللي هي بتاعت الأكواد والحاجات من دي والثغرات، وبينزل عليها حاجات كتير لجميع الشبكات. برضو في كل فيديو بسيب لك الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف. طبعا القناة عليها شوية ثغرات وشوية حاجات برضو زي الثغرات وتريكات وحاجات من دي، تجيب بقى نت ببلاش وبكل سهولة كمان. تمام، تعالى بقى نخش في الموضوع بتاعنا. نخش في الموضوع على طول. طبعا في عندك التواصل مباشر على التليجرام، يعني بتكتب الاسم ده بتاعي على التليجرام وبيظهر لك الصفحة بتاعتي وتقدر تتواصل معي، او تقدر تتواصل معي من خلال الواتساب على الرقم ده اللي ظهر لك على الشاشة. تقدر تتواصل معي من خلال هذا الرقم على طول على الواتساب لو انت مش معاك تليجرام، وتسألنا عن اي حاجة او عن اي استفسار طبعا. تمام، دلوقتي بقى نخش على المشاكل اللي هتقابلك. اول مشكلة لو حصل لك هنا لون ازرق. تمام، فانا هقول لك برضو على المشكلة اللي هتحصل لك في التعليقات، لان هما الحاجتين نفس المشكلة وهحلها لك دلوقتي. لو لقيت صندوق الوصف مش شغال معاك بتخش على التعليقات. طبعا انا بسيب لك الرابط في اول تعليق ومثبته كمان، هتلاقي كلمة تم التثبيت افرحها على طول متثبت في اي تطبيق. تمام، انا بنزله او اي لعبه انا بنزلها فبثبت لك اول تعليق مثبت، ده هو بيكون الرابط. تمام، بقول لك رابط اللعبه وبحط لك الرابط زي ده. اول حاجه اللي هو الرابط ده انت بتضغط عليه فهو بيدخلك على اللعبه. لو ما دخلكش على اللعبه او ما عرفتش تضغط عليه وظهر لك زي الكلام لونه اسمر، فتعمل ايه؟ انت بتاخد سكرين زي ما انا هوريك كده، بتضغط على الزر اللي بيوطي واللي بيقفل التليفون، او بتعمل بالثلاث صوابع من اعلى الشاشه لاسفل الشاشه فبياخد سكرين. يعني مثلا اخد سكرين كده، وبعدين بتقص السكرين بتخليه يدوبك على قد الرابط بالظبط، على قد الرابط بالظبط، وبعدين هنعمل حفظ. تمام، وبعد كده هنخش على جوجل وهرجع لك تاني. وبعد ما دخلت على جوجل هنضغط على علامة الكاميرا دي كده، فطبعا هنا بيظهر لك كل الصور وكل حاجة اللي على الهاتف بتاعك. فاحنا بنختار الصورة اللي احنا لسه واخدينها سكرين اللي قصيناها. تمام، فبنضغط عليها كده، بعدها بيجيب لك الرابطة. هنيجي عند كلمة اختيار النص ونعمل نسخ. بعدها هنخش على تطبيق جوجل كروم اللي هيظهر لك الصورة ديت، دي صورة التطبيق. هتخش عليه، انا هخش عليه وارجع لك تاني. بعد ما بتخش على تطبيق جوجل كروم بتخش على البحث كده، وبعدين بتعمل بحث، وبعدين لا تضغط على الرابط الذي نسخته، او بتدانيك ضغط على الشاشة كده عند المطرح اللي انت بتكتب فيه لحد ما يجيلك كلمة لصق، وبعدين بتضغط عليها بيجي لك الرابط. بتعمل سيرش يعني بتبحث،
فبيظهر لك اللعبة على طول، هي دي اللعبة اللي بتظهر لك. فانت ازاي بقى تحمل اللعبة؟ انت بص، انت هتعمل خطوة واحدة بس، بتضغط على كلمة تحميل، او بالانجليزي هتلاقي كلمة الداونلود، فبتضغط على كلمة تحميل فبيدخلك على طول على اللعبة على جوجل بلاي. فانت دلوقتي في واحد هيطلع ويقول لي طب انت ليه ما بتقولناش على اسم اللعبة واحنا نبحث عليها على جوجل بلاي ويكون اسهل؟ بيدور عليا بيدور عليا. انا اقول لك بص يا صاحبي، اولا جوجل بلاي ما بيبقاش لسه استوعب ان اللعبه موجوده عليه، يعني اللعبه ما بيبقاش عليها تحميلات كتير. يعني مثلا اللعبه دي عليها 500 الف تحميل، هي اول ما بتنزل ما بيبقاش عليها تحميلات خالص، ممكن تلاقي 100 تحميل، فما بتظهرش لك في السيرش لما بتيجي تبحث يعني، فما بيظهرش لك في اول التطبيقات. لو جيت تبحث عنها فمش هتلاقيها اصلا. فانت عندك كذا حل اهوت اللي انا قلت لك عليهم، هي دي كانت الحلول والطرق اللي انت تقدر تخش بيها على الرابط. واسهل طريقه زي ما قلت لكم اللي هي قناه التليجرام، هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. وفي اخر الفيديو فما تنساش تدعمنا باللايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وبالتوفيق للجميع، سلام.